يا صباح السعادة. معاكم نير سليم في سنة أولى طبخ. تحياتي لجميع الناس اللي بتشوفني وتدعمني من جميع الدول العربية، وشكرا جدا على كومنتاتكم الحلوة المحفزة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ازاي نسلق القرنبيط ونحضره ازاي ويبقى حاجة كده سهلة وجميلة، ما فيهاش اي حاجة خالص. طبعا انا بحاول بقدر الامكان ان انا اساعد الناس اللي لسه بادئين في الجواز، سنة اولى جواز. طبعا في يوم من الايام اللي كنت زيكم ما بعرفش اعمل حاجة، لحد ما مامتي ربنا يخليها واحدة واحدة علمتني اعمل كل حاجة. وصدقوني كل حاجة حلوة وسهلة وبسيطة طول ما انت بتعمليها بحب وبتستعيني بالله. واي حاجة بتيجي تعمليها كده تقولي يا رب تطلع حلوة، وانت بتعمليها حلوة هتطلع منك زي القمر زيك. النهاردة ان شاء الله تعالوا مع بعض نحضر ازاي هنسلق القرنبيط وازاي هنحضره. اول حاجة طبعا معايا قرنبيطايه غسلها كويس جدا. طبعا هحضر بولة. طبعا القرنبيطايه بتاعتي بتبقى متقسمه لوردات بالشكل ده، فانا اول حاجه هاجي كده من تحت وهقطع اول ورده بالشكل القمر ده كده. شايفين؟ هقسمها بقى ايه على حسب ما انا عايزه، يعني هي ديت اصلا متقسمه الورده، فانا هقسمها بالشكل ده كده اهو. والورده التانية بتاعتي متقسمه برضو، ونخلي بالنا ان السكينه ما تعورناش. هي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه اهيت بالشكل القمر ده كده. هبدا اقطع القرنبيطايه بتاعتي كلها بنفس الشكل اللي انا وريته لكم، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. وانا بقطعها حبيت اوريكم شايفين شكل الوردات اللي بتبقى في القرنبيطه، فاحنا هنبصوا هنقطعها بالشكل ده اهي. بصوا هتطلع معانا بكل سهوله ما فيهاش اي حاجه. شايفين الجمال؟ انا حبيت اوريكم التكه ديت سهله جدا والله، ما فيهاش اي حاجه خالص. شايفين يا دوبك بس احنا بنقطع من تحت. تمام. القرنبيط خلاص بتاعتي انا قطعتها بالشكل الوردات الجميل دوت. سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. طبعا هنجيب حله على النار، انا مسخنه فيها ميه مسبقا عشان تغلي كويس جدا. وتعالى اقول لكم هنعمل ايه. طبعا الميه بتاعتي غلت كويس جدا. هضيف معلقه صغيره كده من الملح داخل الميه. هضيف معلقه ونص من الكمون. طبعا بيخلي القرنبيط بتاعنا حلو جدا وبيدي ريحه حلوه قوي. طبعا القرنبيط اللي احنا مقطعناه مع بعض هبدا انزل فيه كده في الميه السخنه لمده 5 دقايق او اقل، حسب ما تحس ان هي خلاص بدات اتسلقت معاكي، عشان ما تتهراش. يعني احنا هنسلقها نص سويه مش سويه كامل، يعني نحس ان هي اتسلقت ونعرف ان احنا ناكلها. هنشيلها على طول قبل ما يتهري معانا. شايفين بالشكل القمر ده كده؟ تعالوا نشوف مع بعض اتسلق ولا لسه. طبعا احنا لازم نقلبه كده على الجهتين عشان نتأكد اللي هو سوا. برضو لو احنا مش متأكدين هنجيب سكينة وهنزل فيها كده. لو بتنزل معايا بكل سهولة يبقى هي خلاص اتسلقت. لو لسه جامدة شوية يبقى كمان عايزة كمان سوية. انا لسه جامدة معايا شوية فهسيبها كمان دقيقتين. تعالوا مع بعض نطلع القرنبيط بتاعنا اللي اتسلق. هنجيب طبق والمصفى بتاعتنا. انا خلاص بتاعي ده اتسلق، فهبدأ اطلعه في المصفى عشان ينزل اي مية فيه. طريقة سهلة جدا، انا حابة ابسطها لكم خالص، ما فيهاش اي حاجة. كل القرنبيط بتاعنا هنطلعه. طبعا هنوطي على النار خالص لحد ما نطلع اللي اتسلق معانا. انا طلعت اللي اتسلق، هجيب باقي القرنبيطايه بتاعتي ونفس الطريقه هعملها لحد ما اخلص الكميه اللي معايا. وتعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه.
طبعا القرنبيط بتاعي خلاص اتسلق وبقى بالشكل القمر ده كده. بجد حاجة حلوة قوي ان احنا النهاردة ان شاء الله هنقدم مع بعض وصفة القرنبيط المقلي بدون بيض. هنعمله من غير بيض، حاجة كده حلوة قوي وهتعجبكم جدا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. تعالوا يلا نعمل مع بعض خلطة القرنبيط علشان يكون معانا سوبر كرانشي. طبعا احنا سلقنا القرنبيط وسيبناه يتصفى خالص. تعالوا نقول مقادير الخلطة بتاعتنا ايه. معانا كوب من الدقيق وكوباية من النشا، ومعانا الخضرة بتاعتنا اذا كان بقى بقدونس او كزبرة اللي تحبوه، انا بفضل الاتنين على بعض. معانا البهارات، ملح، فلفل اسود، شطة، كمون، كزبرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعانا فصين من الثوم. بس نخلي بالنا احنا الفلفل الاسود هنضيفه في الاخر. تمام. تعالوا اول حاجة نعمل مع بعض الخلطة بتاعتنا. الاولى هنجيب البولة هنضيف فيها الكوباية من الدقيق، عليها كوباية من النشا، ملح، شطة، كمون، كزبرة، وزي ما قلت لكم هنضيف الفلفل الاسود في الاخر. تمام كده. الخضرة بتاعتنا طبعا ما ننساش البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر بالشكل القمر ده كده. تمام. وطبعا معانا كوباية وربع من المية العادية خالص من الحنفية، هنبدأ ننزل بيها كده تدريجيا ونقلب مكوناتنا مع بعض زي ما انا قلت لكم. هنضيف المية ونبدأ نقلب كده بالراحة بالشكل ده كده، ونقلب لحد ما تتجانس المكونات كلها مع بعض، وزي ما قلت لكم من غير بيض خالص علشان تكون اقتصادية معانا، وهتطلع معاكي سوبر كرانشي ومقرمشة وهتعجبك جدا وهتعجب اولادك. انا جربتها اكتر من مرة وعجبت كل اللي عندي قوي. فطريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة خالص. هننزل الخضار بتاعنا بالشكل القمر ده كده. طبعا احنا خلاص اتقلم مع بعض. هنزل بفصين من الثوم برضو في الاخر، والفلفل الاسود هنضيف الفلفل الاسود في الاخر زي ما قلت لكم، برضو نص معلقة صغيرة. وهنقلب الثوم والفلفل الاسود مع الخلطة بتاعتنا بالشكل ده كده. خلاص هي جهزت معايا. تمام. هنحطها على جنب. تعالوا مع بعض نعمل الخلطة الثانية للقشرة الخارجية. معانا كوباية من الدقيق، عليها معلقتين ونص كبار من النشا، ربع معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض. جبنا القرنبيط بتاعنا. اول حاجة هناخد وردة كده من القرنبيط هنحطها في الخليط بتاعنا، وبالمعلقة كده نتأكد ان جميع الخلطة بتاعتنا نزلت جوه القرنبيطة. حلوة قوي 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 بجد وهيعجبكم جدا بالشكل القمر ده كده. بالشكل ده كده هبدأ اخدها
انزلها في الخلطة التانية للقشرة الخارجية. وطبعا مجهزين النار على زيت غزير جدا وسخن قوي. تمام. نتأكد اللي هي اخدت من جميع الجوانب عشان تطلع معانا بالشكل القمر ده كده، جميلة جدا وما فيهاش اي حاجة. طبعا اللي هعمله هحطه على جنب كده عشان اكمل يعني بتوع 3 حتت 4 وانزلهم في الزيت. تعالوا مع بعض نعمل كمان واحدة. هننزلها في الخليط بتاعنا. هنحطها في الطبقة الخارجية بالمعلقة كده، نقلبها من الجوانب بس كده اهي برضو نفس الشكل القمر الجميل. هنحطها هنا. طبعا محضرين الزيت بتاعنا اهو، واللي عملناه نحطه على طول عشان ما ينزلش السائل بتاعنا الخليط بالشكل القمر ده كده. وبعد كده نهدي النار على نار متوسطة زي ما احنا شايفين اهو. هنبدأ نقلبه على الناحية التانية. شايفين الشكل اللون الذهبي ازاي وجميل. طبعا احنا ماشيين نفس الخطوات. في الطبقة الاولى نحط فيها القرنبيط وبعد كده الطبقة الخارجية. شايفين شكله حلو ازاي، بجد حلو قوي وكريسبي. انا هوريكم الخرفشه بس لما يطلع. طبعا هنحضر صينيه او طبق كبير عليه مناديل مطبخ عشان نطلع عليه القرنبيط بتاعنا. هو كده وصل للون اللي انا حباه. هبدا اطلعه على مناديل مطبخ. شايفين ما شاء الله، شايفين الشكل جميل ازاي وكله اخد اللون الذهبي. هنبدأ ننزل باللي احنا عملناه تاني، نفس الخطوات ونفس كل حاجة هنكررها لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. بالشكل القمر ده كده شكل القرنبيط بتاعي بعد ما خلص وقدمته بالشكل القمر ده. تعالوا نشوف مع بعض. سامعين الخرفشة؟ شايفين الجمال؟ بجد روعة، تحفة جدا. وطعمه حكاية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله.